أصحابي أهلا بيكم. أنا فرح وده زميلي زياد. النهاردة هنقدم لكم جديد مع عبده. أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فرح. اتفضل يا زياد. حضرتك استاذ علي، ايه طبيعه رحلتك؟ عندي الموتوسيكل بتاعي، زرت بيه كل مكان في مصر. ان شاء الله هعمل رحلات تانية بيه. بحاول ان انا اعرف ان المصريين الاماكن الجميله اللي في مصر، وبحاول ان احنا نشجع السياحه المصريه. بنحاول ان احنا نوفر معلومات للناس عن الاماكن المصريه عشان يقدروا ان هم يزوروها. بنحاول نوريهم ان الاماكن دي جميله قد ايه. بنوصل الرساله دي كمان للناس الغير مصريين، الدول اللي حوالينا والدول الاجنبيه، بحيث ان احنا ندعم السياحه المصريه. كل ده انا بعمله بالموتوسيكل. طيب أكيد ده كل رحلة ليها مخاطر. إيه المخاطر اللي حضرتك عشتها في الرحلات؟ هي من اكتر الحاجات اللي بتبقى صعبه في الرحله الاحوال الجويه، يعني لما يبقى فيه هواء جامد، بيبقى فيه شتاء، بيبقى فيه خماسين، دي بتبقى من اكتر الحاجات اللي مؤثره، لان بتخليك تقلل السرعه بتاعتك وتمشي بحرص اكتر. بتخلي الرؤيه مش واضحه على الطريق، فدي من اكتر الحاجات الصعبه يعني بتبقى في الرحلات يعني. هي دي بس الحاجات الصعبة ولا حضرتك برضو ما بيبقاش فيه سنة خوف مثلا من الحيوانات اللي حواليك؟ حضرتك مش خايف منهم؟ لا، هو يعني الحقيقه مفيش حيوانات، الحيوانات مش بتجري على الطريق، يعني بجانب ان الحيوانات بتبقى موجوده في اماكن معينه. لو انت ما هاجمتهاش هي مش هتهاجمك، يعني طول ما انت مش بتاذيها هي مش بتاذيك يعني. الصحراء عكس ما الناس متخيله ان هي كلها تعابين وعقارب وحيوانات مفترسه. لا، يعني الصحراء مكان امن جدا. انا اعرف ناس صحابي كتير بياخدوا اطفال يطلعوا بيهم الصحراء ويبيتوا في الصحراء يومين وثلاثه. الفكره ان انت لما تلاقي حيوان موجود في المكان ده ما تحاولش ان انت تزعجه، لان هو ده المكان اللي هو عايش فيه. فانت عشان تزعجه ده هو بيعتبره تهديد، فهيبدا ان هو يرد على التهديد ده. لما تلاقي كائن عايش في المكان ده ابعد عنه، ما تحاولش تزعجه وما تحسسوش بالخطوره، هو مش هيضرك في اي حاجه يعني. ايه احلى رحله حضرتك كنت فيها يعني؟ احلى رحله عملتها واكتر رحله اثرت فيا اخر رحله عملتها دي كانت بدات من اسكندريه للقاهره، الواحات البحريه، الفرافره، الداخله، الخارجه، الاقصر، اسوان، مرسى علم، الغردقه، العين السخنه، السويس، وبعد كده رحت سينا، دخلت ابو رديس وابو زنيمه ومدينه الطور وشرم الشيخ. هو كل ده في قد ايه؟ 15 يوم. لسه في اماكن تانية كمان رحتها. بعد كده شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابة. بعد كده زرت مدن القناة، الإسماعيلية وبورسعيد. وبعد كده رحت دمياط ورشيد ورجعت اسكندرية تاني. دي كانت مسافتها 5500 كيلو. طيب عمو، يعني أكيد كل مكان لازم بناخد حاجة عشان نأمن بيها نفسنا وعشان نعيش في المكان دوت. حضرتك في أدوات طبعا، إيه ممكن أعرفها؟ أهم حاجة بتستخدمها وأنت سايق موتوسيكل أدوات الحماية، زي الخوذة وزي الجاكيت، وبتقدر تلبس ركب او سيفتي بتلبس على الركب، والشوز بتلبس شوز معين، لازم تلبس جوانتي. دي الاهم الحاجات اللي انت تقدر تستخدمها عشان تحمي نفسك وانت راكب الموتوسيكل. في ادوات كتيره بنستخدمها معانا في السفر، زي عده تخييم، خيمه وسليبنج باج تقدر تنام فيها. لازم يبقى معاك عده وقطع غيار تقدر تستخدمها لو الموتوسيكل بتاعك عطل. بيبقى معاك اكل وميه وحاجات تستخدمها في الطريق لو انت وقفت. دي اهم الحاجات، بجانب معدات التصوير بقى لو انت بتصور الاماكن اللي انت بتروحها. بس دي اهم الحاجات اللي بتبقى موجوده معاك. ممكن تعرفني على المعدات دي؟ احنا اهم حاجه عندنا في سواقه الموتوسيكل هي الخوذه. الخوذه دي احنا بنلبسها عشان نحمي راسنا لو وقعنا، ولو في اي تراب او في حاجه في الطريق بنحمي وشنا، وبتحمينا من الهواء كمان. الخوذه بتاعتي انا مركب فيها بعض المعدات، زي دي سماعه اقدر اسمع منها ميوزك وانا ماشي، واقدر ان انا اعمل مكالمات تليفون، عشان بطبيعه الموتوسيكل سواقه الموتوسيكل الدنيا بتبقى دوشه وصوت الهواء بيخليكش تسمع تليفونك وما تضطرش ان انت تقف تتكلم وتمشي تاني. فدي من خلالها بقدر اسمع موسيقى اسلي نفسي وانا ماشي في الطريق، واقدر ارد على المكالمات اللي بتجيلي واقدر اتكلم منها يعني. تاني حاجه في الخوذه انا مركبها دي كاميرا، دي بيسموها اكشن كام. دي من خلالها بقدر اصور الاماكن اللي انا بمشي فيها او الاماكن اللي انا بعدي عليها، بقدر اصور من خلالها صور وبقدر اصور فيديوهات. وهي بتصور حوالي 3 ساعات تقريبا فيديو، او بتصور عدد كبير جدا من الصور. تقدر تفكها من هنا، وليها اماكن تانية بتتثبت عليها في الموتوسيكل بحيث انك تاخد زوايا مختلفه يعني. ده بالنسبه للخوذه. لازم نلبس جوانتي عشان نحمي ايدينا، لو وقعنا او في اي حاجه ايدينا ما تتعورش. تاني اهم حاجه عندنا الجاكيت، ده جاكيت سيفتي، وبنستخدمه عشان نحمي نفسينا من الطقس، من الهواء ومن الشتاء ومن التراب والحاجات ديت، بجانب برضو لو حد وقع بيقدر ان هو يحميه. الجاكيت ده بيبقى مدعم
بحاجات زي كده تحمي بعض المناطق من الجسم في حاله لا قدر الله لو حد وقع او اتخبط ولا حاجه. الاماكن دي بتحميه، بجانب ان الخامه اللي هو مصنع منها دي مضاده للاحتكاك. يعني لو حد تسخنش. غير السخونيه اللي هي لو اتحكت في اسفلت ما تتقطعش. دي بعض ادوات الحمايه اللي متركبه في الجاكيت. دي بتحمي منطقه الكتف من هنا، دي متركبه متثبته في الجاكيت من جوه. في اماكن تانية زي الكوع هنا برضو في حاجه زيها متركبه، وفي الظهر حتتين، في هنا واحده وفي هنا واحده يعني ده عشان تحمي لو ظهرك. حضرتك وقعت من على الموتوسيكل. عشان لو وقعت دوت بيبقى حمايه ليك. طيب كنت عايزة اعرف كل الناس بترحب بيك ولا في ناس بتخاف يعني ممكن برضو؟ هو في البدايه الناس بتبقى مستغربه من الشكل العام ليا، ان انا راكب موتوسيكل ولابس خوذه وجاكيت وملامحي مش باينه، وبيفكروني ان انا اجنبي، مع ان انا حاطط علم مصر كبير جدا على الموتوسيكل بتاعي. بس لما بقعد اتكلم معاهم وبشرح لهم انا جاي منين، وما بيصدقوش طبعا ان انا جاي مثلا من اسكندريه بالموتوسيكل، وبشرح لهم انا بعمل كده ليه والهدف بتاع الفكره اللي انا بعمله. الناس بترحب بيا جدا، ناس كتيره بيتتني عندها، وناس عزمتني على الاكل، وناس عزمتني على شاي. الناس لطيفه قوي في اماكن كتيره في مصر، وبيساعدوا اي حد يعني الحمد لله. ما فيش حد فيهم الحمد لله، يعني ما لقيتش مضايقه من اي حد في اي مكان. يعني ممكن الناس تبقى مستغربه شويه الموضوع في الاول لحد بس ما يفهموا انت بتعمل ايه، او يعرفوا يتاكدوا ان انت يعني حد كويس يعني. هو حضرتك بتعمل ايه لو حصل حاجه في الموتوسيكل؟ الموتوسيكل بيبقى معايا قطع غيار اللي انا ممكن احتاجها خلال الرحله، معايا العدد اللي انا ممكن استخدمها كلها، معايا عده تصليح كاوتش، ومعايا كاوتش احتياطي، ومعايا منفاخ كاوتش. تقريبا بحاول اوفر كل حاجه ممكن احتاجها خلال الطريق، بحيث ان انا لو عطلت اقدر ان انا اصلح الموتوسيكل بتاعي واكمل بيه. فيعني الحمد لله كل حاجه بيبقى معمول حسابها يعني بنسبه كبيره يعني. طيب كنت عايزة اعرف من حضرتك ان يعني حضرتك بتاخد الاكل والمية بكمية كبيرة ولا يعني بتاخد على القد؟ هو يعني في الغالب باخد حاجات خفيفه زي ما بيقولوا، عصير، كيكه، بسكوت. بيبقى معايا بعض المعلبات مثلا اللي هي ممكن، وميه ممكن تكفيني من يوم ليومين ماكسيموم يعني، لان انا ببقى بتحرك من مكان لمكان، فالاماكن دي بيبقى فيها محلات وفيها اكل وشرب وكده. بس بحتاج ان يبقى معايا ميه واكل احتياطي، عشان لو عطلت في الطريق وبيت يبقى معايا اكل وميه يكفوني خلال الليله ديت او ليلتين. غير كده كل مكان في مصر فيه اكل وفيه شرب متوفرين يعني الحمد لله. اهم حاجه في اي رحله بتحتاجها ايه هي؟ بص، هو كل حاجه باخدها معايا على الموتوسيكل فهي ضروريه. مساحه التخزين على الموتوسيكل قليله قوي، فلازم تعمل حساب كل حاجه بتاخدها معاك. يعني ما تاخدش مفتاح ملوش لازمه او في واحد تاني يحل محله. ما تاخدش اكل مع ان انت عارف ان انت هتعدي على مدينه فيها اكل. الوزن على الموتوسيكل ليه اعتبار مهم قوي، فكل حاجه بتتحط على الموتوسيكل ليها حساب، فكل حاجه على الموتوسيكل تعرف ان هي ضروريه. طيب كنت عايزة اعرف من حضرتك ليه حضرتك ما اخترتش تركب عربية مع ان الموتوسيكل اخطر، يعني ممكن تقع، ممكن يحصل حاجة، لكن العربية تبقى متأكد قوي ان حضرتك مش هيحصل لك حاجة يعني. بص، هي الموتوسيكل هوايه، وكل هوايه او كل رياضه ليها مخاطر وليها مميزات. انا بالنسبه لي هوايتي هي الموتوسيكل، ان انا اسوق الموتوسيكل بتاعي. الموتوسيكل بيديك احساس عالي بالطبيعه، بيبقى كل حاجه حواليك بتحصل انت واخد بالك منها، التفاصيل اللي على الطريق انت بتبقى شايفها، مفيش ازاز ما بينك وما بين الدنيا، انت بتبقى مفتوح على الدنيا او حاسس بكل حاجه بتحصل حواليك. لو انت مشيت في ارض زراعيه وفيها جناين هتقدر تشم ريحه الفواكه والشجر اللي موجود في المكان ده مش متوفر في العربيه. فالموتوسيكل بيعيشك مع الطبيعه، بيخليك انت في وسط الطبيعه، مفيش فاصل ما بينك وما بينها. هو ليه حضرتك اخترت تبقى رحال؟ هي رحالة دي مش اختيار بصراحة، هو أمر واقع. يعني أنا لما بدأت إن أنا سافرت كتير بالموتوسيكل وعملت مجموعة رحلات والكلام دوت، بدأت الناس إنها تطلق عليا لقب رحالة يعني. بس فهو مش اختيار يعني، أنا بس كل اللي أنا بحبه إن أنا أسافر بالموتوسيكل بتاعي، بحب أوري الناس الأماكن الجديدة، بحب أعرف الناس على مصر بشكل أفضل يعني. طيب كنت عايزة اعرف من حضرتك مكان الرحلة اللي حضرتك هتروحها يعني تاني ومدتها قد ايه؟ إن شاء الله الرحلة الجاية هتبقى في مصر برضو، بس المسافة 40,000 كيلو، ودي ان شاء الله هنسجل فيها جينيس ريكورد كأطول مسافة قيادة دراجة نارية داخل دولة، وان شاء الله هنبدأ فيها قريب. الهدف بتاعها ان انا اروح كل مكان في مصر بالتفصيل، واصور المكان دوت واجمع عنه معلومات كاملة، واعمل موسوعة الكترونية بكذا لغة اوفرها للناس، بتطرح كل الاماكن السياحية والمعلومات المتعلقة بيها والخدمات اللي حواليها وازاي تروحها واسعار الاقامه، بحيث ان احنا نسهل للناس ان هي تروح كل مكان في مصر.
وان شاء الله هيتم ترجمتها لكذا لغه بحيث ان احنا نوصل الرساله ديت لكل العالم مش للمصريين بس. طيب كنت عايزة اعرف برضو مدتها قد ايه؟ مدتها حوالي سنه تقريبا. سنة. طيب اخر سؤال، كنت عايزة اعرف برضو حضرتك بيبقى معاك تيم في الصحراء ولا بتبقى ماشي كده لوحدك؟ هو يعني فعليا انا مش كل الاماكن اللي بمشي فيها صحراء، انا بروح اماكن كتيره مأهوله بالناس، بس ما بين الاماكن ديت والاماكن التانية بيبقى في اماكن فيها صحراء. حاليا في المرحله اللي انا فيها ديت انا عشان بحاول اوصل رساله للناس ان مصر امان، فبمشي لوحدي عشان اثبت لهم ان فرد لوحده بموتوسيكل قدر ان هو يلف مصر كلها وبيلف مصر وبيروح كل مكان من غير قلق من اي حاجه. بعض الرحلات القديمه اللي عملتها كنت انا واصحابي رحنا الواحات البحريه ورحنا سيوه ورحنا محافظات كتيره بالموتوسيكلات، وان شاء الله المرحله الجايه هيبقى في جزء منها مخصص ان الناس تشترك فيه عشان نساعدهم ان هم يشوفوا مصر على الحقيقه ويوصلوا رساله لعدد اكبر من الناس، وهيتم دعوه عده فرق من دول اجنبيه ان هي تشارك معانا في الجولات دي ان شاء الله. ممكن نشوف معدات التخييم بنتخيم ازاي؟ دي الخيمه اللي انا بستخدمها، هنبدا ان احنا نفتحها دلوقتي ونشوف هي بتتعمل ازاي. وهنا في ارشادات ازاي ان انت تفتحها، ديت العمدان بتاعتها. بص احنا بنركب ايه، هي فيها استك بيشدها تركب بالشكل ده. تمام، ركبي عندك يا فرح في الاخر. تمام كده، ناخدهم بقى ايه نحطهم على جنب كده اهو، نبدا ان احنا نفرد الخيمه بتاعتنا بالشكل ده. افردوا معايا، وهنبدا ان احنا ناخد اول واحده بالشكل ده اهو وندخلها من هنا، نعديها في الفتحه دي. حضرتك بتحطها في البتاع السودا دي؟ بس في الاخر. هنيجي بقى هنا ايه، خلاص بقى هنقوم الخيمه بتاعتنا. هنا في ايه الفتحه دي، سيبيها. نحط دي فيها ونركب بتاعه الناحيه التانيه. دي الخيمه بتاعتنا بعد ما نصبناها، نبدا ان احنا نشوف الخيمه من جوه عامله ازاي. تمام، ده شكل الخيمه من جوه. في عندي هنا جيب اقدر احط فيه لو معايا حاجه خايف عليها من الميه اقدر احطها فيه، وهنا عندي شباك بالشكل دوت، اقدر ان انا لو عايز افتح الشباك واقفل الخيمه بحيث ان يعمل لي تهويه. تمام، نبدا بقى نشوف السليبنج باج. ممكن تجيبها لنا يا حسن؟ دي السليبنج باج بتاعتنا، دي مخده بالمناسبه اللي وقعت. دي السليبنج باج، نبدا ان احنا نحطها بالشكل دوت وبننام جواها. دي مخده نقدر ان احنا ننفخها وننام عليها. طبعا في سوسته من جوه تقدر ان انت لما تدخل جوه تقفل على نفسك. تمام، مين حابب يدخل جوه يشوف الوضع عامل ازاي؟ هتخش يا فرح؟ خش. ايه رايك في المساحه؟ الخيمه دي المفروض انها بتسع فردين. مهم قوي ان احنا كل حاجه فردناها نرجعها زي ما كانت عشان ما ننساش حاجه على الطريق، مش هينفع نجيبها تاني. يلا نبدا نفك بقى الحاجات. بس كده يبقى احنا لمينا الحاجات بتاعتنا كلها، نقدر ان احنا نبدا نربطها على الموتوسيكل عشان نكمل بقى للمكان الجديد اللي احنا رايحينه ان شاء الله. بس شكرا. ميرسي لكم.